يوه. شوف شوف الجمال. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. الليلة ده هنعمل أكلة من المطبخ السوداني اللي هي القيمة باللحمة المفرومة. خليك قريب حاجة كده من الآخر. أولا نجي للمهم اللي هو البطاطس. لازم تكون حقة قلي أو تحميل. لما تكون قوية كده تديك نتيجة ممتازة. قشرتلك كيلو بتاع بطاطس ومعاك قشارة استخدمها. إذا ما معاك استخدم سكين عادي. إذا كان صعبان عليك زي حالتي دي أخيل تستخدم السكين. بعد ما انتهيت من التكشيل مشيت غسلت البطاطس. نجي لمرحلة القطع. نقطع زي ما انتوا شايفين بالعرض بعدين ثم بالطول عشان تعملنا مكعبات. نقطع الباقي بنفس الطريقة لحد ما تخلص الكمية اللي معاك، ونتبعها بجزرة كبيرة مقشرة نقطعها بنفس الطريقة وقد ما تقدر تكون متساوي عشان بعدين في القلي تنجض في نفس الوقت. آخر شي فلفل رومي نقطع علينا واحدة كده عشان تحلي الأكل معاك. نجي لمرحلة القلي. في نار فوق المتوسطة نجيب طبق نصب عليه زيت غزير كده لحد ما يسخن معاك. تبدأ تكب البطاطس وتحركه تحريكة خفيفة عشان نتأكد من الزيت وصل البطاطس، وما نبالغ في التقليب عشان ما ينهري معاك. بنقلبه شوية فترة لفترة لحد ما يصل للون الذهبي وبعدين نرفعه من النار. نحطه في صحن فيه منديل مطبخ عشان يشرب الزيت الزيادة. نصب الكميات بعديها بنفس الطريقة لحد ما يصل للون الذهبي. وانت بتحط البطاطس في النار خليك حذر عشان الزيت وهو سخن بحرقك. ونصب الجزر وما نحرك كتير. بعد ما يقلع ويتحمل نرفعه من النار. نجيب طبق أو حلة على النار. نضيف شوية زيت. نرمي عليهم عيدان كرفة مكسرة. نضيف عليهم معلقة كبيرة توم. نقلب لحد ما ريحة الثوم تطلع. ونلحقها بربع كيلو لحمة مفرومة. نبدأ نقلب اللحمة لحد ما تغير اللون. نصب الفلفل ونقلب شوية لحد ما اللون يتغير بالكامل. ثم نبدأ نبهل معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة ملح، وأخيرا معلقتين صغار صلصة. نقلبها في النار مع البهارات كويس. ونصب عليها ربع كاسة موية ونقلبها لحد ما تتقل معاك وتتسبك اللحمة. نصب كمية البطاطس والجزر ونقلبها كويس ونغطي الحلة ونخليها على النار هادية 10 دقايق كده. بعد 10 دقايق كده بتلقاها جهزت معاك. وجبة شهية لذيذة أنصحكم تجربوها. واكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم المقطع دوس لايك ومتابعة لمزيد من الفيديوهات. ودمتم في أمان الله.